من المغرب الكورة بتوحد القارة كلها. أفريقيا 2025 بطولة تاريخية بتجمع أقوى منتخبات القارة، منافسة، حماس، ولحظات ما بتتنسيش. اتنين في الملعب من قلب أفريقيا مع شادي الخولي وأحمد بحيري. مساء الخير يا أستاذ شادي. مساء الأنوار عليك. منتخب مصر ما زال مستمر في تصدر المجموعة، لكن بأداء متواضع. منتخب أنجولا النهاردة برغم أنه هو ليس له أنياب، لكنه أثار حفيظة منتخب مصر وأثار حفيظتنا كلنا. إيه رأيك النهاردة في صح. المباراة من أول ما بدأت، من أول الشوط الأول حتى نهايته بعد التبديلات؟ طيب، هو مبدئيا طبعا يعني هو كانت نتيجه طبعا مقبوله، لان احنا اوريدي كنا خلاص ضمننا المركز الاول كده كده، وكان يهمنا النهارده ان احنا ما نخسرش. يعني ده الهدف الاول لكابتن حسام حسن ولكل الجماهير المصريه، ان احنا ما نخسرش. تمام. الاداء بقى كان متوقع ان هيبقى اقل عشان انت هتلعب ببدلاء كتير. بس الصدمه هنا، او يعني مش عايز اقول صدمه عشان ما تبقاش كلمه كبيره، المفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير ان الاداء كان للبدلاء اللي نزلوا، اللي المفروض ان هم يحاولوا يثبتوا نفسهم في مباراه ما فيهاش ضغوط. للاسف الشديد كان الاداء سيء. يعني الاداء ما كانش افضل حاجه. الاداء كان فيه مشاكل جدا. البدلاء اثبتوا ان هم مش على المستوى اللي احنا كنا منتظرينه منهم. يعني انا كنت شايف، انه متخيل ان كابتن حسام البدلاء الموجودين عندنا في القائمه مش هقول لك يبقوا في نفس المستوى الاساسي، بس على الاقل يكون المستوى قريب. لكن للاسف انا لقيت في ناس بعيده جدا، يعني حتى لو هم حتى اسامي ونجوم. وانا طبعا مش عايز اقصى على حد دلوقتي عشان احنا كلنا بنتضامن مع المنتخب وبنسانده، بس في ناس كتير جدا كنت شايفهم بره المنتخب النهارده، حسيت انه كان لو كانوا موجودين جوه المنتخب كانوا كبدلاء هيكونوا احسن من اللي موجودين، احسن من بعض الموجودين، عشان مش كله كان وحش يعني. كم آه، التغييرات والتبديلات دي يا أحمد؟ يعني الكابتن حسام حسن تقريبًا غيّر الفريق كلّه، تقريبًا يعني غيّر الفريق كلّه. كله ال كان 11 لعيب كلهم اتغيروا. كان مستدعي إن هو يغيّر كل اللعيبة دي. يعني أنت لو تلاحظ في المباراة النهارده اتغيّر شكل الماتش شوية لمّا زيزو نزل، لمّا زيزو بدأ يلعب كورة، بدأ ينقل، بدأ يعمل كورة بالظبط، كويسة. بالظبط، يعني برضه بالظبط. كان المفروض أطعّم بالأساسي اللي موجود من غير التبديلات دي كلّها. أنا حاسس إن الكابتن حسام حسن حَط فريق جديد يغيّره مع فريق أنجولا. صح، على فكرة إحنا صح. كنا على المحك لو كنا خسرنا جون واحد من أنجولا، وجنوب أفريقيا زي ما أنت شايف كسبان أهو 3-2، كان زماننا تاني المجموعة. بص، خليني بس اوضح لك حاجه. هو كده كده جنوب افريقيا ما كانتش هتبقى الثاني خلاص، مش هتبقى الاول، لان انت كسبان في الماتش المواجهات المباشره. لكن انت كانت مشكلتك الاكبر ان انت لو خسرت المباراه ديت معنويا، انت بتدي رساله لبيت دول الفرق الافريقيه اللي هتلعب الدور اللي جايه ان انت سهل تتغلب. صح، مضبوط. فانت كان يهمك قوي ما تتغلبش النهارده، عشان يبقى معنويا انت ما زلت راكب معنويا. انت ماتش جنوب افريقيا اداك دفعه معنويه قويه جدا، وادى كمان رساله لبقيه دول افريقيا زي ما قلنا ان منتخب مصر السنه دي جاي مش بيهزر، وانه يقدر يكسب اي فرقه كبيره. فلو اتغلبت من انجولا فانت اصبحت فريق مستهتر سهل، يبقى ماتش فوق وماتش تحت. واحنا شفنا المستويات اليومين اللي فاتوا على فكره، بعد ما اتقابلنا انا وانت اخر مره، المستويات عاليه جدا. يعني جدًا، مالي عملت مباراه جدًا، كبيره قدام المغرب وتعادلت معاها في ملعبها 1-1. جدًا. عندك كاميرون وامبارح كوت ديفوار، يعني مطحنه تكسير جماجم، كان ماتش عالمي. نيجيريا وتونس كان ماتش كبير جدا من نيجيريا، وتونس رجعت في الاخر برضه. فانت السنغال وكونغو كان ماتش حلو جدا. فانت المستويات كلها عاليه قوي، اعلى من جنوب افريقيا اللي انت كسبتها على فكره، برغم ان جنوب افريقيا كانت حلوه جدا معاك برضه. فانت في كل الاحوال الادوار الجايه الموضوع صعب. الحاجه الثانيه، انا كان مثلا ليا وجهه نظر، ما اعرفش يعني، هو صلاح لازم يرتاح طبعا، لان ده الورقه الرابحه بتاعتك. بس انت في ماتش زي ده، ماتش سهل النهارده، كان ممكن صلاح تنزله شوط تاني اتليست، حتى يجيب له جون ولا حاجه او جونين، تزود جرعه الثقه بتاعته، تخليه يدوس بنزين اكتر في البطوله. النهارده ابراهيم دياز ده كان مع المتوقع فعلًا. المغرب جايب الجون النهارده اهو، 3 اجوان دلوقتي في البطوله. مضبوط. الماتش اللي فات برضو يعني في نيجيريا عندها برضو لعيبه جايبه جونين وثلاثه. فانت كنت تدي فرصه لصلاح، ده ماتش سهل يقدر يحط فيه جوان. هو فعلًا كان متوقع إن صلاح كان ممكن ينزل حتى في آخر أو التلت الأخير من الشوط التاني حتى مثلا مضبوط، مضبوط. النهارده مصطفى شوبير عمل ماتش حلو، على كل الهجمات اللي كويس. عملها عمل ماتش حلو. كده نقول إن إحنا عندنا 2 حراس مرمى على أعلى مستوى. لا، انا شايف لسه محمد الشناوي برضو نمبر 1. يعني طبعا شوبير كويس جدا وواعد طبعا، بس مش عايزين يعني الولد نقصه عليه، وان يعني سوري، مش عايزين نحمله اكتر من طاقته. لان هو لسه يعني خلي بالك، هو شوبير كمان مصطفى آه، جسمانيا لسه جسمه ما اتبناش قوي، تحس ان هو باين على مش جسمانيا مش النهارده زي عليه مثلا تعب. محمد الشناوي. آه. لكن هو عمل مباراة حلوة.
يعني الكره اللي جات له كلها الحمد لله اتعامل معاها بشكل صحيح جدا. حتى الكره اللي جات له هي الحمد لله ما كانش قادر يعمل معاها اي حاجه، الكره اللي بتاعت الفاول بتاعت فريدي اللي جات في العارضه، فده ربنا ستر فيها يعني. انما سو فار هو شوبير مصطفى عنده ثقه في نفسه. اتمنى بس ان طبعا ايه الولد واحده واحده ياخد واحده واحده ان شاء الله، وهو باذن الله جاي في الطريق باذن الله، خلف محمد الشناوي باذن الله يعني في محمد المستقبل ده في باذن الماتش الله. اللي فات عايز اقول لك كان حاجه. رجل المباراة زي ما انت عارف، وعمل ماتش جامد قوي، وعمل ماتش تقيل، واثبت ان هو فعلا يستاهل يبقى حارس مرمى منتخب مصر. لكن النهارده لما نزل مصطفى شوبير، على قد زي ما انت بتقول جسمانيا لسه الخبرة مفيش، بس برضه كان واقف اسد في المباراة. اه الكور اللي جت عليه كلها اتعمل بشكل صحيح 100%، وكان مم. مركز جدا بصراحه. حتى على فكره المدافعين النهارده ما كانوش وحشين، يعني حسام مجيد ومحمد اسماعيل ما كانوش وحشين. ياسر ابراهيم نزل الشوط الثاني طبعا مكان محمد اسماعيل علشان خاطر يظبط الدنيا شويه. في الاخر نزل هو حمدي فتحي. برضو اللي انا لاحظته يمكن برضو انا يعني انا ليا تعقيب احمد عيد مثلا لعيب مجتهد جدا فاهمني ناحيه الباك اليمين. بس انا كنت شايف في باكات يمين في الدوري المصري بصراحه كانوا يقدروا يسدوا في المكان ده. مم. فاحنا قلنا بقى يعني انا مش تبديلات. عايز يعني ابالغ اقول لك ان كان في ناس احسن من محمد هاني نفسه يعني. مم. هي اختيارات كابتن حسام اكيد هو ادرى بيها. طبعا. بس انا كان نفسي ان البدلاء النهارده كان تشوفهم انهم قريبين في المستوى من الفريق الاساسي. انت سر قوه مصر في بطولات 2006 و8 و10 ان الدكه كان فيها نجوم زي اللي في الملعب. انا خلي بالك يعني برضه هو الناس كلها دايما تختصر الموضوع ايه. اتفضل يعني. اه الناس كلها دايما بتختزل نجاح كابتن حسن شحاته في ان هو كان معاه، هو كان مدرب كويس طبعا ومعاه فرقه النادي الاهلي معظمها كانت متجانسه مع جوزيه، ده طبعا كلام يعني انا اعتبره ده كلام هواه، كلام البروفيشنال الحقيقي ان الراجل ده كان فعلا معاه فرقه كويسه جدا متفاهمه في النادي الاهلي معظمها. بس ما تنساش كمان ان كان في بره نجوم في الدكه تقال جدا من الاسماعيلي كابتن حسام ومن حسن الزمالك كابتن حسام ومحترفين حسن بره. احمد الفرقه كانت كلها على بعضها عامله كونتراست كويس. كابتن حسام حسن قال في المؤتمر الصحفي: انا عندي 28 لاعب كلهم نفس الاداء ونفس القوه. فكان ادى مم. دفعه للجماهير نفسها ان اللي هينزل يلعب هيلعب بنفس الاداء وبنفس القوه. فكل الناس كانت شايفه الماتش ان احنا ممكن نكسب منتخب انجولا. اولا منتخب انجولا منتخب جيد ومنتخب قوي والحاجات دي كلها، بس احنا قادرين، كنا عندنا القدره ان احنا نكسبه. فلما لقينا الاداء ده، الناس يعني انا واحد من الناس اللي بتفرج على الماتش، انا شايف ان الاداء سيء، اداء متواضع جدا على منتخب مصر. كان بيلعبوا مم. بهجوم بطريقه تخليك حاسس ان هم هيكسبوا، لكن انا شفت الاداء سيء. الدفاع مش حلو، مصطفى محمد النهارده ما عملش اي حاجه خالص. انا شايف مش شايف مع ان محمد كانت فرصته كانت عمل فرصته شغل حلو جدا. حمدي فتحي اول ما نزل، يعني انا صح. انا مش عارف. ابراهيم عادل لعيب ابراهيم عادل مش هو ابراهيم عادل. لعيب مش هو ممتاز ابراهيم عادل جدا، لكن خالص. النهارده آه. فين ابراهيم عادل في الملعب؟ هقول لك حاجه، ابراهيم عادل ارتكب خطا استراتيجي في مسيرته المهنيه من وجهه نظري انا، انه يسيب بيراميدز وهو بطل افريقيا وراح يلعب في نادي الجزيره الاماراتي. ما ده مش منطقي برضه يعني. انت النهارده لما تطلع من الدوري المصري مع فريق بطل افريقيا، الطبيعي ان انا اروح بره اوروبا يا اما اروح اهلي او زمالك. بالظبط. اوكي، لكن ما اروحش انا العب مع احترامي لدوله الامارات العربيه الشقيقه طبعا، لكن الدوري الاماراتي اضعف من الدوري المصري بكتير. فانا ليه رحت نقله غير مفهومه اطلاقا يعني، ملهاش معنى. ومن ساعتها لو تلاحظ هو بيجي مع المنتخب الماتشات تصفيات كاس العالم اللي كانت في اخر المجموعه، والنهارده هو مستواه قليل قوي. هو مستواه مش هو ابراهيم عادل خالص. ابراهيم عادل ده كان بيعمل كل حاجه في الكوره في الاولمبياد اللي فاتت مع ميكالي، فانت يعني ده راجل لعيب دولي. كنا فكون يبقى مستواه بالمنظر بنقول ده صعب. الحديد صلاح محسن. اقوى من كده شويه، صلاح محسن والمنتخب يعني كله اختيار. صراحه يعني توقعاتك صلاح يا محسن احمد، اختيار غريب جدا بصراحه. توقعاتك احنا ممكن نلاعب مين في التوالت؟ طيب احمد. هقول لك انت دلوقتي هتاخد مره كويس. انا معاك. امم تمام. ابتدت المجموعه الاولى اللي هي المجموعه اللي فيها المغرب، طبعا غالبا الثالث هيبقى يا زامبيا يا اما جزر القمر. هما بيلعبوا حاليا على فكره، وغالبا زامبيا بره الحسابات لان زامبيا مغلوبه 2-0 حتى الان من المغرب في اول ثلث ساعه، الا لو حصل معجزه من الفريق من الرصاصات النحاسيه لقبهم القديم بتاعهم يعني ان هم يرجعوا في المباراه. وان كنت اشك مع المنتخب المغربي في وسط الجمهور والاجواء دي ان حد يرجع بسهوله معاهم، باستثناء ان مالي عملتها طبعا يعني. اعتقد ان زامبيا هتبقى بره البطوله. الامل بقى يبقى في جزر القمر. جزر القمر بتلعب حاليا مع مالي. فاذا جزر القمر فجرت مفاجاه من العيار الثقيل وكسبت مالي، فجزر القمر هتبقى هي الثاني ساعتها، ومالي هتخش ثالث. والثالث هتبقى عندها نقطتين، ممكن ما تصعدش. تمام كده. فلسه المجموعه دي لسه فيها كلام.
المجموعه الثالثه مجموعه تونس ونيجيريا، اعتقد دي خلاص ما فيهاش توالد غالبا، لان الفريق الاوغندي تعادل مع تنزانيا 1-1، فكل فريق منهم عنده نقطه. والماتش الجاي تنزانيا هتلعب مع تونس، وغالبا تونس كفتها ارجح بكتير، والفريق النيجيري هيلعب مع اوغندا، وطبعا كفته ارجح بكتير، فغالبا المجموعه دي هيطلع منها التوالد عندهم نقطه، وبالتالي مش هيصعد منها توالد. يبقى تتمنى المجموعه الرابعه، وهي المجموعه بقى اللي فيها كلام، ان البنين عندها 3 نقاط، وفريق الكونغو والسنغال عندهم 4 نقط. وبنين هتلعب مع السنغال، وغالبا السنغال ممكن تكسب، مفيش مشكله. والكونغو هتلعب الماتش الثاني مع الفريق البوتسواني اللي هو يعتبر حصلت المجموعه، فهتكسبه. فغالبا الكونغو والسنغال هيتخانقوا بقى على مين الاول والثاني، والبنين هتبقى الثالث، فانت غالبا هتبقى انت قرعتك في بنين غالبا. عايز أقول بس حاجه مهمه، بنين من الكلام كده الناس تفتكر المواجهه سهله، انا عايز بس معلومه للناس ان بنين في تصفيات كاس العالم اللي لسه خالصه من شهرين كانت قاب قوسين او ادنى من الصعود لكاس العالم. كانت في مجموعه فيها نيجيريا وجنوب افريقيا، وكانت هي الاول حتى الاسبوع الاخير، وفي اخر مباراه غلبت من نيجيريا 4-0، ودخل فيها الجون الرابع ده في الدقيقه 95، كان اوسيمين جابه، والجون ده اللي طلعها بره خلاها ما بقتش تاني، بقت تالت. تمام. فنيجيريا دخلت الملحق، وبنين طلعت تالت بقى مكان اول. فانت بنين فرقه لا يستهان بيها، ممكن تعمل اي حاجه. فيعني ارجو ان الفريق المصري يدخل المباراه وهو عامل حساب الكلام ده كويس جدا، ويكون فاهم كويس جدا اللي حصل في المجموعات حاجه والادوار المتقدمه حاجه ثانيه. بنين كمان لها واقعه شهيره جدا مع المغرب نفسها هنا في مصر في 2019، طلعت المغرب من دور 16 في استاد السلام، تعادلوا 1-1 وضربات الجزاء بنين كسبت. فكل شيء في كره القدم جايز. طبعا اكيد. تتمنى مين الفريق اللي لعبنا في الدور اللي جاي؟ امنياتك يعني كأمنية ليك بعد كل التحليل اللي انت قلته، ممكن نلعب مين؟ لا انت تتمنى منتخب مصر يلعب مين؟ ما هو للاسف انت ما اوغندا وتنزانيا بس، ما فيش حد الله اعلم حد فيهم هيعمل مفاجاه قدام تونس ونيجيريا ولا لا، هو نوز يعني، ما حدش عارف يعني ايه اللي هيحصل. كده كل بس ما الماتشات اللي اعتقدش جايه امام مصر بعيدا عن اوغندا وتنزانيا اللي هم بعيد ممكن يقابلونا ماتشات صعبه، لازم نلعب بتشكيل واداء اقوى من كده. بالظبط دي حقيقه. انا بس كل اللي بقول لك النهارده مش عايز الناس يعني تبقى متشائمه، هو المباراه النهارده الحمد لله تعادل ما خسرناش، وفي نفس الوقت احنا يعني الفريق المصري لعب في حدود الايه انه عايز يسير المباراه، خطف جون يبقى خير وبركه، ما خطفش جون خلاص. عايز اقول لك بس معلومه كمان برضه تاريخيه، يعني منتخب مصر دي قديمه قوي، يمكن ما حدش كتير يعني فاكرها، سنه 84 احنا اول ماتشين كنا مع كوت ديفوار ومع الكاميرون في المجموعه، وغلبنا الاثنين، وبعدين ثالث مباراه كانت قدام توجو واضعف فريق في المجموعه، وطلعنا 0-0. تمام. مم. فهي حته ان ثالث مباراه تبقى انت ضامن الصعود واول، والقصه دي طبيعي يحصل كده، بس هي تغييرات 11 لعيب مره واحده النهارده دي كانت كتيره جدا من كابتن حسام، وكنت اتمنى ال 11 دول يلعبوا حلو جدا ويحققوا كلنا الفوز كلنا النهارده، بنتمنى. كان ده هيدي ثقه وقوه دفع اكتر للاساسيين طبعا، لكن هم كده اكدوا ان هم بدلاء، وبدلاء كمان يعني نتمنى بس ان هم يسدوا ايه الفراغات في حاله لا قدر الله لو حد اتصاب او كده. في حد قال لي النهارده ان وانا بتفرج على المباراه، قال لي يعني ليه امام عاشور ما ياخدش مثلا، امام عاشور محتاج وقت عشان يرجع يقف على رجليه، كان ممكن ياخد برضو، ده اللي دي احنا حاجه قلناه في مهمه جدا. المباراه اللي فاتت كمان. اه مصطفى محمد انت اديت له الشوط الاولاني كان كمل المباراه كلها، لان مصطفى محمد محتاج يرجع، فكان سابه يكمل، ما اعرفش هو التغييره بتاعت في برضو علامه خروج استفهام برضه، نزول. احنا قلنا كده كان مصطفى محمد ايه اللي خرجه؟ مصطفى محمد كان ممكن اه يعمل يعني حاجه في الماتش ده. انت اديت صلاح محسن يعني 90 دقيقه كامله او 85 دقيقه كتير جدا يعني. صلاح مع احترامي طبعا لعيب يعني كويس، ولكن هو برضو مصطفى محمد المفروض ان هو التارجت بلاير بتاعك هو ده الكبير بتاع الحته دي، فكان نسيبه شويه عشان يقف على رجليه يعني. لكن للاسف ما حصلش كده. زيزو ليه يعني ملاحظات عليه برغم انه نزل نشط الفريق، لكن زيزو ما زال دوليا من زمان من 6 سنين من ساعه ما بدا يروح المنتخب، هو عنده مشكله قدام الفينش قدام الجون، يعني محتاج ان هو يدوس شويه زي ما كان في الزمالك، فاهمني؟ انا مش هقول على زي في الاهلي لان هو لسه في الاهلي بقى السنه دي بس، فمش هظلمه، لكن الزمالك هو كان مع زاج بالكور دي بتيجي بيخلصها. تمام. مع المنتخب دايما عنده مشكله في الفينش، فلازم زيزو يبتدي ياخد شخصيته الدوليه، ما ينفعش يبقى هو لعيب محلي فقط، بس ده اللي انا اتمناه يعني. احمد احنا نتمنى لمنتخب مصر الفوز في كل المباريات اللي جايه، احنا عايزين نفوز ان باللقب. شاء الله. نتمنى النهارده ناخد العلامه الكامله، مش فنيا زي ما انت بتتكلم، لا على المصريين كانوا مستنيين العلامه الكامله عشان عايزين يفرحوا. منتخب مصر كان كلنا مستنيين منه اكتر واكتر برغم الاداء اللي انت بتتكلم عليه، لكن ان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله نفوز باللقب كأمنية اي مصري واي واحد مننا. شكرا يا احمد في كرة على السريع من قلب افريقيا. اشكرك يا شادي.